عليكم الشباب. اليوم جيتكم بخصوص الفاجعة اللي صارت الجنوب ديالنا بالضبط مدينة بليمين. فما غاديش نلقاو احسن باش نبداو هذا الفيديو ديالنا بقراءة سورة الفاتحة ترحما على روح الشهداء وروح الضحايا اللي توفاو في الفاجعة. فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كنتمنوا من الله عز وجل باش يتغمد روح الشهداء بالرحمة ديالو ويرزق أهلهم وداويهم بالصبر والسلوان. عندي واحد طلب بسيط من الحكومة المغربية، بأننا ملي نتعرضوا هاد المرة للجفاف مابقاوش طلبوا صلاة الاستسقاء. يا ربي تسمح لي على هاد الكلمة، ولو طلبوا صلاة الجفاف والعياذ بالله قلت هاد الكلمة هادي باش ما تبقاش تصب الشا وتكشف ليكم البنية التحتية المنحطة اللي كيعيشها المغرب. حيت حنا ملي كتصب عندنا قطيرات ديال الشا كنحملها بهم الله عز وجل، الحكومة كتفرش متبقاش باينة الخدمة ديالها، طرقان يتحفروا الودان البنية التحتية والو. وملي حتى توقع الفاجعة الناس اللي كيتعرضوا لهذوك الأخطار ما كيلقاوش حتى اللي يعاونهم. اننا ما تجيبوا لنا الهليكوبتير ناخذوا بها النصارى والمواطنين المغاربه تهزوهم في كاميوات ديال الزبل. راه قال لك اكرام الميت دفنوه، ماشي اكرام الميت نهزوه بحال شي خرشه ديال الزبل ونلوحوه في الكاميو اللي كيهز المهملات. واش روح المواطن المغربي ولات رخيصه حتى للدرجه هذه؟ علاش كتخاطبونا بهذوك الشعارات الخاويه ديالكم مواطنين وحنا من اجل المواطن وحنا كنخدموا صالح المواطن وا 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 ولا ديك غير هضره كتبيعوا علينا باش تقضيو المصالح ديالكم، وكطلعوا تشدوا كراسه كتوليو فيهم عالين علينا حنا وتحكموا فينا حنا. 31 واحد عباد الله توفى، 31 مغربي توفات ما تهزاتش الحكومه ولو بساكن. ولو نهار ديال الحداد نديرو في هذوك القنوات ديال الري عندنا نهار خدموا فيه غير القران، على الاقل رجعوا الاعتبار لهذوك الناس اللي ماتوا، حسوهم منا، حسوهم بانهم مواطنين مغاربه. راه عيب وعار هادشي. ما نبقاوش كنتسناو حنايا حتى كيدخل جلاله الملك فاجعه بورغون في الزلازل هكا في كلميم. واش هذاك السيد غير هو بوحدو اللي كاين في المغرب وخدام وقلبوا عليه؟ واش هذوك الحكومه والناس المسؤولين اللي كاينين دايرين به ما يقدروا يديروا والو؟ ما عندهمش تا هما سلطه القرار اللي ينوضوا تا هما ويوقفوا على هاد الناس ووفروا وفروا العباد الله غير باش عتقوا باش نقضوا. نتوما لا صحه لا تعليم لا مولاي بوي لا سيدي زكري، وجميلنا بالاغاني والمدح المغرب غادي لقدام المغرب عجله تنميه. اش من عجله تنميه ولا وزاش من عجله تنميه؟ كاين شي عجله تنميه وحنا في القرن 21 وبنادم باقي كيبني دارو بالطين والتبن حيت ما لاقيش باش يبني. بنادم باقي عايش وساكن في ودان اللي مهدد المخاطر سوا اليوم سوا غدا. هاد الفاجعه ديال كلميم فهي غير ميساج بسيط للربوع المملكه كامله اللي كتعيش الوضعيه ديال الهشاشه والوضعيه ديال الحرمان. شو ما عليكم هادشي اللي كديروا. الا حنا كان صوتنا ما كتسمعوش وما غنقدروش نحاسبوكم، فغدا امام الله غتحاسبوا كامل على الشيء اللي كديروا فيه. راه عيب وعار. وانا كنطلب من جميع المغاربه الفيسبوك اي واحد يشوف هذا الفيديو يقرا سوره الفاتحه على هذوك الناس باش يعرفوا حتى هما الا خلونا الناس مسؤولين ما عمرنا ما غادي نساو بعضياتنا. وانا كنرفع هاد الصوره ديال الحداد اللي كنتمنى من جميع الشباب الفيسبوك يديرها في البروفايل ديالو، حاجه رمزيه على الاقل شافوا هذوك الاهالي ديال الضحايا يحسوا باننا حنا مغاربه معاهم. وكنقول للمسؤولين راه الله عز وجل هو اللي خلقنا وخالقكم، هو اللي قادر يتولانا ويتولاكم. السلام عليكم.